لأن الزكاة تنمي المال وتزيده، وهذا النماء وهذه الزيادة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فالمال الذي يزكى يزيد بإذن الله عز وجل حسا، وذلك جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. وقد تكون هذه الزيادة معنوية بمعنى الخير والبركة، فيكون هذا المال مبارك على صاحبه. قد يكون من بركته أن يكون محفوظا فيحفظه الله لصاحبه ويأمن من الخسارة. حكى لنا شيخنا الفقيه الجليل الشيخ حمد الجنيد رحمه الله تعالى لما كنا نقرأ عليه في كتاب الزكاة من الروض المربع قبل أظن 25 سنة أو أكثر بيسير، عن رجل ذهب إلى مكة معتمرا، وقد وضع أموالا كثيرة في الكمر الذي يلبسه على إزاره، فدخل دورة المياه اللي في مكة فنزع الكمر وعلقه في المعاليق الموجودة في دورات المياه. فلما انتهى من قضاء حاجته لبس إزاره ولفه على بطنه لفا ونسي الكمر وطلع وراح وخلاه. بعد ساعة أو ساعتين انتبه لما أراد أن يحاسب يدور الكمر ما لقى شيء، فقال لأصحابه: أنا وين؟ ثم ذكر أنه نسيه. فقال له واحد من أصحابه قال: نروح. قال: وين نروح؟ أنت في مكة. قد دخل 1000 واحد وراح. قال: ولو أنت تزكي دراهمك؟ قال: الحمد لله والله ما قد تركت الزكاة. قال: تلقاه إن شاء الله. فيقول سبحان الله العظيم، ويروحون لدورة المياه يعني شوي ودلها ويدخل ويلقى الكمر في محله، فيقول: لعل الله عز وجل حفظه بسبب الزكاة، وهذا من بركة هذا المال.